مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ تمرينه جديده عليا النهارده ان شاء الله، كتف وبايسبس. مش نايم كويس قوي النهارده، فحاسس ان الانرجي تحت شويه، ولكن ان شاء الله هفوق في الجيم يعني. فتمرينه برضو كده هتبقى بنفس التمرينه بتاعت اللي انا صورتها قبل كده، بتاعت الشست والترايسبس. هتبقى برضو الفوليوم قليل، انا الفتره دي بلعب فوليوم قليل، انتنسيتي عالي شويه، ما اغير الموضوع ده قدام يعني. المهم مش عايز اطول عليكم، عايز اتكلم في حاجه مهمه كده وسريعه، الا وهي اللي بيسموها بالانجلش الاكاونتابيلتي، اللي هي انك تبقى عارف اي اوتكم او اي حاجه بتحصل في حياتك فانت المسؤول عنها. طبعا كله بامر ربنا، ولكن خلينا نتكلم على الحاجات الحلوه. طبعا هي رزق من عند ربنا، محدش يقدر يقول حاجه غير كده، ولكن ان انت طالما في دماغك حلم، في دماغك حتى لو الحلم ده حاجه رمزيه، حتى لو عايز تشتري عربيه معينه او عايز تشتري بيت معين او عايز تسافر سفريه معينه او كده، انت لو ما اشتغلتش ليل ونهار عشان الهدف ده، حتى لو اجان هدف رمزي، وبعدين قعدت تقولهم الناس ان هو انا ليه ربنا ما رزقنيش بالموضوع ده، صدقني انت خسران كتير. انت خسران كتير، يعني خسران كتير، وانت الوحيد اللي جواك عارف انك مقصر، يعني عارف ان كان في حاجة انت ممكن تعملها وما تعملهاش، بس انت اللي اصريت انك تفضل في الحتة بتاعتك، في الحتة اللي انت مستريح فيها، اللي هي الكومفورت زون يعني. بس ما بحبش كلمة كومفورت زون دي، بس اللي هي كومفورت زون اللي هي الحتة يا باشا اللي انا تمام، انا بشتغل دلوقتي والحمد لله وبقبض فدنيتي حلوة، لكن فكرة بقى ان انا اشتغل على سايد هاسل او ان انا ابتدي اعمل حاجة تانية او كده، عقلك بيبقى رافضها شوية، بتبقى مكسل، بتبقى خايف من انتقادات الناس وكده. فمهم جدا انك تبقى لو مش هتشتغل عشان اللي انت عايزه، على الاقل تبقى عارف ان اللي انت عايزه ده مش هيجيلك عشان قلة سعي منك، انت فاهم قصدي، او قلة شغل منك، او خوف انك خايف الناس تقول عليك ايه، او خايف الموضوع يفشل او كده، فاهم قصدي. وممكن الموضوع ما يجيلكش، الهدف اللي انت حاطه ده او الحلم اللي انت بتسعى له ده، حتى لو حلم زي ما قلنا حاجة رمزية، ممكن ما يجيلكش عشان ربنا مش شايل ان هو يجيلك، عشان ربنا شايل من عليك حاجة اكبر، عشان لو جالك هيسبب لك مشاكل في دنيتك، وممكن يبقى سبب ان انت تخش النار، انتوا فاهمين قصدي. بس انت الوحيد اللي هتعرف تقرر الحاجة دي ما جاتليش عشان انا ما سعيتلهاش، ولا الحاجة دي ما جاتليش عشان ربنا مش رايد دلوقتي بس ممكن يرزقني بيها قدام. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني انا بحس ان هي فرق صغير. ممكن تقعد تعيط للناس كلها ان الظروف صعبة وانا والله لازم بعمل اللي عليا وكده، بس انت لما تخش اوضتك بالليل وتبص في المراية، انت بتبقى عارف هل الكلام اللي انت بتقوله للناس ده والصعبانيات اللي انت بتقولها للناس دي هل هي فعلا حقيقية ولا لا. واللي انا بقوله ده بقى ايه، بيابلاي على كل حاجة في حياتنا. يعني اللي عايز يخس هو عارف من جواه هل فعلا هو عنده مشكلة نفسية او مشكلة في الهرمونات او كده مخليه مش عارف ان هو يخس، ولا هو بيتدلع وجايبها بقى في اللي هو الظروف والدنيا، والله ما عنديش وقت اروح الجيم، والله معيش فلوس اجيب اكل كويس. فنصيحتي للي بيتفرج على الفيديو وانا اولكم، ربنا ما حطش في دماغك حلم عشان تقعد تتدلع الدلع ده. في حاجة في دماغك عايز تجيبها، اشتغل ليل ونهار عشان تجيبها. كده ممكن ربنا يرزقك الحاجة دي يا باشا وانت قاعد، انا مؤمن بحاجة زي كده، بس دي هتبقى هدية بقى من عند ربنا. بس انت حط في دماغك هدف، حتى ولو الهدف ده حاجة تافهة جدا، وحط في دماغك هدف صغير انت عايز تحققه الشهر ده، حط في دماغك هدف انت عايز تحققه السنة دي، وهدف بقى اللي هو بقى انا عايز ابقى ايه بقى، يعني بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، بعد 20 سنة. وبس، واسعى للهدف اللي انت عايز تحققه الشهر ده. يعني ده اكتر حاجه يتحط فيها شغل، مش ان انا مثلا ليتس سي مثلا انا دلوقتي عايز ابقى CEO شركه يوتيوب مثلا، حلو،
ماشي، ده الهدف الكبير ده ان شاء الله بعد 10 سنين 15 سنه كده بقى ايه، لو ربنا رزقني ورزقكم طولة العمر، انتوا فاهمين؟ بس الهدف بتاع الشهر ده ان انا عايز اجيب او عايز اخس 2 كيلو، او عايز اسافر سفريه معينه، او عايز اعمل خير بشكل معين، او عايز اخد كورس معين. اليوتيوب ده او الهدف الكبير هو الهدف اللي بيكيب يو موتيفيتد، ان انت شايف البيجر بيكتشر، شايف يا باشا انا شايف نفسي واقف كده سي او مش عارف ايه، وبقبض بقى مش عارف هما بيقبضوا كام بصراحه يعني، بس اللي هو بقبض بقى رقم كبير يعني، اكيد مستورين يعني، اكيد مستورين 100% يعني. فاللي هو بقبض بقى رقم كبير، فده اللي هيخليك كده على طول عايز تشتغل. ولكن اللي بيتحط فيه الشغل هو الهدف بتاع الشهر ده، يعني اللي بيتحط فيه بقى اللي انت بتصحى له كل يوم هو الهدف بتاع الشهر ده. وبعدين هتلاقيها هي عامله زي الميكانو كده، فاهم؟ اللي هو لما حاجه تقع هتوقع الحاجات اللي بعدها. فانت لو كل شهر في خلال السنه جبت الهدف اللي انت حاطه لنفسك الشهر ده، فبالتالي انت في اخر السنه هتبقى عملت اللي انت عايزه في السنه دي، فبالتالي بعد 10 سنين هتبقى انت عملت اللي انت عايزه في ال10 سنين، فهتوصل بقى للهدف الكبير بقى اللي انت حاطه لنفسك. اجن انا باكسكلود او بطلع الحكمه الربانيه والرزق وكده. ممكن الهدف اللي انت حاطه لنفسك 10 سنين لو اشتغلت عليه 100 سنه مش هيجي لك، وممكن يجي لك النهارده بالليل. الو استاذ احمد، احنا بندور على سي او لليوتيوب، تعالى لو سمحت امسكه لنا. السي او يعني المنصب يعني. فبس ولكن انا بتكلم كلام دنيوي قوي يعني، اللي هو الكلام اللي على الورق يعني. فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده عشان التمرينه اعتقد ان هي برضه هتاخد وقت. فسيو ان شاء الله في التمرينه. اقوى تمرينه تشست ايه كتف وبايسبس. مش بقول لكم يا جدعان مش نايم كويس. سيو جايز.